السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء، وتجربتي بنفسي. أحب أشكر ربنا ثم كل الناس اللي اشتركت معايا في القناة. ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. تعالوا بقى نشوف منتجات مونستل. طبعا أول منتج معايا اللي هو بيبيليس. ايوه، اللي هي دي مكوة شعر، بس يستحسن اللي احنا ما نستخدمهاش على طول عشان بتبوظ الشعر. وده شامبو بجد سحر، بيخلي الشعر رطب جدا، ريحته جميلة جدا. وده معايا منتج اللي هو طبعا بيساعد في انبات الشعر، بيطول الشعر، بيطول الرموش، ويحفز كمان من نمو الشعر، وبيغذي البصيلات، وبيساعد في نمو الشعر، وبيساعد كمان في سماكة الحاجبين، وبيساعد كمان في زيادة سماكة جذع الشعر، يعني الجذور بتاعة الشعر. بيساعد كمان في منع تقصف أطراف الشعر، فهو جميل. انا ليه بقول على المنتجات دي؟ لان قبل كده طبعا بتكلم على منتجات طبيعية. اللي عايز يستخدم منتجات طبيعية اللي هو الكركديه، وطبعا جوز الهند، وكمان ماء البصل، وكل الحاجات اللي انا عملتها، الوصفات اللي قبل كده، هي طبعا جميلة، وصفات طبيعية ما بتضرش ابدا. بس للي عايز منتجات اسرع، تطول الشعر اسرع، تنبت الشعر اسرع، فانا بقول لكم على منتجات مونستل. ربنا اللي عالم، انا مجربه الوصفه دي، قصدي مجربه المنتجات دي. المنتجات دي بتدينا نتيجه اسرع بكتير جدا من المنتجات الطبيعيه، فكل واحد على حسب امكانياته. ومعانا هنا طبعا طريقه اللي احنا نستخدمه ازاي الزيت ده، وطبعا وصف الزيت اللي احنا نستخدمه يوم السبت لمدة 8 ساعات، على اساس اللي احنا ناخد نتيجة كويسة، وما نسيبش الزيت اكتر من 8 ساعات، ونشطفه بالشامبو الرائع ده. ودي كرتونة برضو نفس الزيت اللي هو زيت الخروع بتاع الانبات، بس الكرتونة دي كبرت شوية كده، والازازة بتاعتها شكلها اختلف عن اول منتج هما ينزلوه، او منتجات مونستل. كرتونة كبيرة شوية، بس نفس العبوة، نفس الازازة اهو، بس الازازة هنا مرسوم عليها مونستل، ومكتوب برضو عليها مونستل. ادي شايفين الفرق ما بين الازازتين، بس تقريبا هي العبوة، وزي ما احنا شايفين نفس الشكل، بس العبوة الجديدة مرسوم عليها مونستل، والعبوة القديمة ما كانش مرسوم عليها، بس تقريبا هي الايه العبوة. وهنشوف زيت الخروع الاسود شكله عامل ازاي كده من جوه. رائع ما شاء الله. لو وصلت لحد هنا، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة، علشان القناة طبعا تكبر بيكوا ومعاكوا ان شاء الله، ونوصل بيكوا ومعاكوا الى بر الامان ان شاء الله. فكل المنتجات مونستل رائعة، وانا مجرباها بنفسي، والتجربة خير دليل. وجربوا، وان شاء الله ربنا هيديكوا نتيجة كويسة بإذن الله. كل واحد على حسب إمكانيته. وتعالوا بقى نشوف شكل الزيت الخروع الأسود. ادي شكله اهو، بصراحة رائع جدا. ان شاء الله كده هيمنع تساقط الشعر، وكمان هيحفز من نمو الشعراية. ونغسلهم في الاخر بشامبو مونستيل. وتعالوا نشوف الشامبو الرائع، ريحته جميلة جدا، وكمان بيرطب الشعراية، بيخلي الشعر كده جميل. تعالوا بقى نشوف العبوة الأخيرة اللي هي بتاعة الإطالة، بس طبعا الزيت اتدلق منها. ده طبعا بنستخدمه يوم الأربع برضو لمدة 8 ساعات، وبعد كده بنشطفه بالشامبو. ونشوف كمان آخر منتج معانا اللي هو زبدة الشيا. ما شاء الله، بعد لما نحط الزيت لمدة 8 ساعات، بعد كده نشطفه بالشامبو،
ويكون شعرنا مندي، نحط عليه زبدة الشيا. بس طبعا نحط الزبدة دي على أطراف الشعر، وطبعا ما ينفعش اللي احنا نحطها على الايه، على فروة الشعر، نحطها على الأطراف ونلف شعرنا ونحط ونلبس البروكاب لو عندنا بروكاب. ما عندناش بروكاب يبقى نلبس بونيه بلاستيك، علشان طبعا ناخد نتيجة كأن احنا بالظبط فردين شعرنا بالايه، بالبيبيليس. وخلي بالكو من البيبيليس اللي هي مكوة الشعر، ياريت ما نستخدمهاش على طول، علشان نحافظ على نمو الشعراية والزيت يجيب معانا نتيجة أسرع. وما تنسوش تصلوا على النبي، وأول ما تستخدموا المنتج تقولوا بسم الله الشافي العافي. يلا نشوفكم على خير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.